مساءكم هنا وسعادة. تعالوا النهاردة هنعمل قرص، بس مش أي قرص. عمرك ما هتشتريها من الفرن تاني، لأن عمايلها سهلة جدا وهتوفر معاكي كتير. وأهم حاجة مقاديرها بسيطة جدا. هننزل بكوباية عليها معلقتين من السكر، كمان معلقتين من الخميرة الفورية. طبعا كل ده هنقلبه وهنسيبه على جنب لحد لما الخميرة تتفاعل. هنجيب كيلو دقيق هننزل عليه بربع معلقة من الملح، وكمان معلقتين من اللبن البودر. هنقلبه طبعا مع الدقيق. بعد كده هننزل بحوالي كوباية زبدة وسمنة، زبدة أسفة مع زيت، أو سمنة بلدي مع زيت. بعد كده هنبسهم بس بسيطة كده، وفي الآخر هننزل بكوباية مية. هنعجن. وطبعا على حسب الدقيق، ممكن ياخد كوباية ممكن ياخد أكتر، لكن احنا هناخد كوباية دقيق، وكمان الكوباية اللي احنا خمرنا فيها الخميرة هي دي الكوباية التانية. بعد كده هنعجن المكونات كويس جدا لحد لما يدينا عجينة تكون طرية وكمان ناعمة في ايدينا. خلاص العجينة بدأت تتجانس مع بعضها، وفعلا هي طرية جدا في ايديا. هنسيبها ترتاح طبعا، وهنغطيها لحد لما تتخمر. هنحتاج بعد كده سمسم ابيض او سمسم متحمص، مفيش مشكله، بس السمسم الابيض هو اساسها. هننزل بنص كوبايه من السكر، كمان هننزل بحوالي 3 معالق كبار من القرفه. ولو مش عايزين قرفه هنشيل القرفه ويبقى بالسكر. ممكن ننزل عليها بمعلقه كبيره من دقيق السميد، او ممكن ننزل عليها بمعلقه كبيره من جوز الهند. هي اساسها القرفه، وممكن من غير قرفه خالص تبقى بالسكر. بعد كده هننزل بنص كوباية من المية، عليهم 3 معالق من السكر، وبرضه هنقلبها علشان هو ده اللي هيخلي السمسم ما ينزلش من العجينة او من القرص. بعد ما اختمرت اخدت نص ساعة، نبدأ نكورها كور صغيرة. بعد ما كورناها هناخد اول واحدة، وبعدين هنفردها بطراطيف صوابعنا من الاطراف، علشان انا عايزة معلقة السكر مع القرفة تتبطل من جوه. وبعدين هنغلفها وهننزلها بالمية والسكر، وفي الاخر هننزلها بالسمسم، وهنضغط عليها ضغطة بسيطة، وهننزلها في الصينية. هنعمل كل الكمية اللي عندنا. ممكن نعملها بالقرفة، وممكن نعملها تاني بالسكر، ممكن نعملها بجوز الهند، على حسب الرغبة وعلى حسب حبنا في الحاجة. بس بجد دي احلى حاجة واحسن طريقة ممكن نعملها، بجد لذيذة جدا، طعمها حلو، واهم حاجة ان هي موفرة ومش هتاخد معانا وقت ولا جهد. بالعكس، هنعمل حاجة نظيفة وموجودة في البيت بمكونات بسيطة جدا. بعد ما خلصنا طبعا الكمية اللي عندنا، نبدأ ندخلها الفرن على درجة حرارة 180. بعد كده هتطلع بالجمال ده، هشة طرية جدا، وفي نفس الوقت زي القطن بجد، عجينة قطنية. وبألف هنا وشفا على قلبكم.